السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير وبصحة جيدة يا ربي، وأحسن الظروف والأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة كويزين ليلى. كيف ما تعودنا دائما نصليو على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا أخواتي. الاقتراح ديال اليوم عبارة عن معقودة كتجي ساهلة وكتوجد دغيا دغيا، يعني ما كنتعطلوش فيها تقريبا فواحد نصف ساعة غادي توجد لنا. وواحد التحلية كتجي لذيذة لذيذة ومنعشة، وأيضا عندنا عصير بالفواكه كيجي منعش جدا جدا. فكنقول لكم مرحبا بكم، ألف مرحبا بالقناة، واللي جا جديد مرحبا به وألف مرحبا، يعني الأصدقاء القدام شكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي كتشجعوني بها وكتحفزوني نزيد ان شاء الله في هذا الميدان. فمرحبا بكم وعلى بركه الله نبداو الوصفات ديالنا ديال اليوم عندنا عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البطاطا سلقتهم بالقشره ديالهم، وهنايا كنمعسهم، ولكن ملي سلقتهم وقشرتهم خليتهم حتى بردوا واحد شويه، لان انا بغيت البطاطا تجيني شويه معلكه، كتجي زوينه في القليان، ويعني ما كتحلناش في المقلاة، كتجي زوينه بزاف. صافي كنمعسها مزيان مزيان هنايا بفرشيطه اولا بهاد المعاسه هادي، ما عرفتش شنو تيسميوها، انا كنقولها غير المعاسه. ف كنمعسها مزيان حتى ما كيبقاوش فيها كاع دوك الكويرات او شي حبات هكا د البطاطا صحاح، يعني ماشي مشكل واخا يبقاو شي شويه ماشي مشكل. المهم كنمعسها مزيان، كنضيف لها هنايا التوابل. عندي هنايا الملحه القياس يعني ديال الذوق ديالنا، درت شويه ديال الفلفله الحمراء اولا البابريكا، ايضا شويه ديال الكمون، شويه ديال الصلصه ديال الحار، وممكن ديروا السودانيه، ممكن ديروا اللي بغيتو في الحار. درت هنايا واحد 2 قطع ديال الجبن المثلث، ممكن ديروا الجبن الاحمر او اللي بغيتو في الاجبان ممكن ديروها. ضفت هنايا واحد شويه ديال المعدنوس والقزبور ايضا، يعني مقطعين عندي في المجمد، درت واحد المعلقه صغيره او معلقه حتى كبيره ماشي مشكل. صافي وكنخلط هاد المكونات مزيان يعني حتى يدخلوا في ديك البطاطا مزيان مزيان، نخلطهم مزيان صافي. وكنبدا نصايبها على شكل كويرات، كندير واحد الطبسيل حدايا وكنفرش له داك السلوفان، وكنبدا نكورها، غادي نكورها كويرات وغنخليها على جنب حتى الوقيته اللي غادي نبغي نقليها. ديك الساعة صافي يعني الوقيته اللي نبغيو نقدموها عاد تنقليوها، غنكورها وغادي نجيب واحد البيضة أيضا ولا شابيو، هادو هما اللي غادي ندير لها باش غادي نقليها، يعني ما نديرو لا طحين لا حتى شي حاجة. صافي غير بيضة كنطربها مزيان، وغادي نجيب لا شابيو كيف ما قلت لكم، انا لا شابيو دائما كتكون عندي واجده كنصايبها في الدار ساهله. صافي وكنبدا نغمس في دوك البيضات عفوا كنغمس دوك الكويرات ديال البطاطا ديالي في داك البيض، وعاد كنديرهم في لاشابيور، كنمرمدهم ايضا في ديك لاشابيور ونخليهم على جنب حتى الوقيته اللي غادي نبغي نقدمهم عاد نقليوهم باش يبقاو لنا سخانين يعني، ويجيونا زوينين ايضا في هذا. فاذا بردات ما كتجيش زوينه مزيان ملي كتبرد. صافي غادي نغمسهم هكذايا ونخليهم على جنب، وندوزو نكملو يعني التحضيرات ديال الفطور ديالنا ديال هذا اليوم الرابع اولا نقولوا اليوم الثالث. انا يعني كنوجد الفيديو وما كنحطوش يعني في نهارو، يعني كتجي شويه صعيبه انك تصور وفي نفس الوقت كتمونطي وتحط الفيديو في نفس النهار، فراه صعيبه شويه، كنخليو حتى لغد ليه. صافي كندوز لهنايا التحليه ديالي، غادي نصايب واحد التحليه زوينه وسهله وبسيطه اليوم بالفريز. عندي هنايا 600 مليلتر ديال الحليب، يعني نص لتر وواحد الكاس اخر، كندير واحد المعلقه كبيره ديال النشا اولا الكريم باتيسير الا عندكم، هي من الافضل نديرو النشا. كندير السكر حسب الذوق ديال اللي كتبغيو، يعني على حسب الذوق ديالكم. كنجيب هنايا الفلون ديال الفاني، هذا ديال الدرهم غادي ندير غير النصف ديالو، وغادي ندير الفلون اخر اللي هو ديال الفريز غادي نديرو كامل، وغنخلط مزيان 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 ونديرها فوق النار تغلي. الوقيته اللي غنحس بها انها جاهزه صافي غادي نجيبها وباش نعمرها في هاد الكويسات اللي عندي مع البسكوي اللي عندي، اي بسكوي عندكم ممكن ديروه.
انا هنايا خديت البسكوي غير هرمشتو غير بيديا هكايا، غير قسمته، بغيتو يجيني هكذا ويتخلط لي مع هذيك الكريمه اللي انا صايبت اولا مع داك الفلون اللي انا صايبت. صافي كندير واحد الكميه في كل كاس، انا اختاريت غير 4 الكيسان بركه فقط، يعني حسب عدد الاسره اللي عندي. صافي وغادي نكب هذاك الخليط غير بشويه، عندي هنايا غادي كنكبو هنايا بشويه. صافي ونعمر هاد الكويتات ديالي غادي يتخلطوا مع داك البسكوي اللي عندي. تقولوا راه غادي يطلع الفوق وكذا، انا بغيتو هكذا كيجيني، يعني مخلط كامل في الكاس عامر كامل. صافي وغادي نصب عليهم ونخليه حتى يشد راسو، ومن بعد كنكمل ليه التزيين. صافي كتجي هاد التحليه زوينه بصراحه، جات لذيذه وعجباتني انا بصراحه هذه على التحليات السابقين، واخا راه تا هما زوينين ولكن حتى هذه جات زوينه بزاف. داك المذاق ديال الفريز كيجي يعطيها واحد النكهه زوينه. صافي غادي نخليهم على هذا الشكل هذا حتى يبردوا ونكملوا لهم التزيين ديالهم. كنحاول ما امكن انني ندير تحليات يكونوا بساطين وما فيهمش بزاف ديال التعقيدات. صافي هنايا زينتهم بشويه ديال الفريز والكيوي فقط لا غير وخليتهم. هاد التحليه كنخليوها حتى للسحور كتجي زوينه وكتخلينا يعني مزيان. صافي هنايا في المقلاة دزت باش غادي نكمل ديك المعقوده ديالنا ديال البطاطا. هنايا المقلاة درت فيها زيت، يعني عمرتها بالزيت مزيان. ديروا حاولوا تشوفوا المقلاة تكون صغيره باش تجيكم الزيت كثيره، باش منين تقليوها تقلى في زيت كثيره، ان الا كانت الزيت قليله ما تتجيش زوينه هذيك المعقود، ما كتقلاش مزيان، ما تعطيش شكل زوين. صافي هنايا ملي بديت كنقليها شوفوا البنات كيفاش كتجي مفوخه وما كتحلش نهائيا، وكتجي غزاله غزاله وروعه في الشكل ديالها. غنكمل القليان ديالهم كاملين هنايا. صافي قربت نحط يعني الطبله ديال الفطور. صافي كملتها بالقليان وغادي ندوز لواحد العصير كيجي رائع ومنعش بزاف بزاف، وغير بالفواكه بسيطه ديال هذا الوقت هذه اللي موجودين عندنا ساهلين، بدون لا حليب ولا عصير الليمون، يعني غادي نديروه بالماء فقط وواحد هذا المكون اللي هو انا غادي نقول لكم ان شاء الله. شوفوا المعقوده هنا كيفاش جات، ما شاء الله كتجي لذيذه ما شهيتكم البنات. يلا اللي عجباتها تنوض تحضرها وتقولها لي في لي كومونتير، تقول لي كيفاش جاتها. راه ساهله وبسيطه، يعني ما غاديش تعطلكم بزاف. صافي هنايا العصير ديالنا، عندي هنايا 2 برتقالات وتفاحه و2 بنانات، عفوا 2 موزات. صافي كناخد واحد الحكاكه، كناخد داك البرتقالات كنحك غير ديك القشر ديالهم الرقيقه هي الفوقانيه فقط، ما ندخلوش نهائيا ديك القشره البيضاء، لان الا قسناها واخا دوز عندنا غير فرتوته منها كتجيبها لنا مره وما غتجيناش زوينه. صافي غادي نحك دوك 2 برتقالات مزيان وندوزو ان شاء الله نكملو الباقي. صافي هذه هي القشره اللي عندي هنايا، نقيت دوك البرتقالات مزيان. صافي وغادي نقطعهم، كنحاول ما امكن نحيد لهم الا كانت شي قشره بيضاء ولا هذا نحاول نحيدوها ما نخليوهاش. صافي وكنقطعهم هكا قطع اللي صغيره كيف ما كان. وغادي نقطع ايضا التفاحه حتى هي ودوك الموزات. هذا العصير جا لذيذ لذيذ بزاف البنات، جربوه وردوا عليا وغادي تشوفوه يولي عندكم معتمد حتى هو بهذه الطريقه هذه بصراحه كيجي زوين. صافي غنقي التفاحه ايضا حتى هي، انا التفاحه حيدت لها كلشي حتى القشره اللي على برا حيدتها لها. كاين اللي كيخلي ديك القشره اللي على برا، ولكن انا بصراحه كتضايقني ما كتعجبنيش كنحيدها. صافي هنايا 2 موزات. هنايا تشوفوا البنات الموز عندي شويه هنايا يعني كي كنقولوا حنايا مضروب او لا مكويشي شويه، فهاد الموز هذا اللي كيكون شويه فيه هاد الضريبات هادو يصلحوا لنا هكايا العصير. ونخليوه جديد، يعني كنجيبوه جديد وتيكون باقي يعني شويه طريقه ولا هذا نخليوه نخدمو بحال هكا الموجات اللي عندنا. صافي خديت انا المولينيكس وخويت فيها داك الفواكه كامله، شللت ديك البول ديالي من داك القشره ديال البرتقال حتى هي نديرها. ودرت هنايا واحد الكاس صغير ديال السيرون ديال الحامض. هنايا هذا اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ديروه ممكن ديروا غير الماء فقط. درت واحد الياغورت كيف ما شفتوا ديال فاني والماء يعني الكافي اللي غادي يطحن لي هذا العصير.
كنعتذر على هاد التصوير هذا، بصراحة هنايا ما انتبهتش مزيان أنه كيصور مزيان، كيصور يعني هكايا ما باينش واضح مزيان. فمعليش إن شاء الله غادي يكون، نتمنى أنه يكون واضح لكم شوية. صافي كنصفيه منين كنطحنو، كنصفيه مزيان من داك البقايا اللي كيبقاو، يعني واحد البقايا خفيفة اللي كتبقى صافي. وكن هذا وكن نديرو في، يعني في الكأس اللي غادي ديال التقديم. السكر ممكن تضيفوا شوية السكر ديروه، أنا ما بغيتش نضيفو حيت درت داك السيروم ديال الحامض فيه السكر. فإلا بغيتو نتوما ضيفوا شوية السكر، إلا ما درتوش هذاك تخليتو عليه ضيفوا السكر اللي غادي تحتاجو. كيجي على داك الشكل خاتر زوين، وأيضا كتجينا المعقودة ديالنا على هذا الشكل هذا. كنكونوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو ديالنا. نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم أخواتي، وتحضروا هاد الوصفات هادو. فشكرا لكم على التتبع وعلى الكومنتات اللي كتكتبوا لي وكتشجعوني بها. بقى لي الا نقول لكم شكرا، شكرا بزاف. ما تنساونيش اخواتي من لايك وبارطاج، بارطاجيو اخواتي مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم. شكرا لكم والى اللقاء.